4-2 مهزلة من تشابي ألونسو اليوم، مهزلة بكل معنى الكلمة. نتيجة كارثية وأداء أسوأ بكتير من حجم النتيجة أظن. عادة نقطة قوة ال4-4-2 إنك تمنع الخصم من استثمار الأطراف. أنت عم تلعب بفينيسيوس ومبابي اللي ارتدادهم 4-4-2 هن، يعني إذا كانوا عم يلعبوا على الأجنحة ارتدادهم شبه معدوم، ما بالك إذا عم يلعبوا مهاجمين بالخط الامامي اثنيناتهم. انت عمليا خسران اول لاعبين دفاعيا، مع بيلينغهام عم يلعب على الطرف يجنح لا شعوريا، يعني مش لاعبته، لاعب وسط ملعب لا شعوريا عم يدخل على وسط الملعب مع فريق عنده مشكلة أساسية كنت سبق وحكيت عنها، أنه ما عنده قدرة على التحكم بريتم المباراة. ما بيقدر يعمل، يعني كمية المرات اللي بيخسر فيها ريال مدريد على الكرة كبيرة جدا، مع فريق يجيد المرتدات مع مساحات امام الظهيرين خلف وسط الملعب على الاطراف. كارثه كانت كميه المساحات، هكتارات لنادي اتلتيكو مدريد. اضف الى ذلك انك انت فريق ما بيستحوذ، تتعرض الى كميه فرص. خطك الدفاعي خاصه هويسن ما بيتمتع بالقوة البدنية والتعامل مع الكرات العالية والتعامل مع الكرات الثابتة، فإذا أدواتك مش مناسبة أبدا لطريقة لعبك. أسلوب لعب ريال مدريد عفوا غير متناسب أبدا مع أدواته. هويسن بينجح إذا كان الفريق قادر يعمل قدر معين من الاستحواذ، يبني لعب. فريق ما بيخسر الكرة، ولكن فريق هالقد بيخسر الكرة، هالقد بيرتد، تتعرض لضغط دفاعي مهول، محتاجة للاعبين أصحاب قوة بدنية. ما بيقدر الفريق يدافع بهذه الطريقة. مباراة سيئة جدا جدا لريال مدريد، وخسارة مستحقة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.